أهلًا وسهلًا، السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ على خير، مزيانين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة وباش ما داكشي اللي تمنيتو بخاطركم إن شاء الله يا ربي بالرزق والتيسير. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معاكم واحد التحلية اللي هي المهلبية بالكنافة، من آلات التحليات اللي كليت، كتجي كتحمّق ما غاتشبعوش منها. مكونات بسيطة مع ديك المذاق المهلبية بالمزهر مع الكنافة مقرمشة كتجي غزالة. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو نص ليطرو د الحليب. بالنسبة ليا أنا عملت القياس الصغير، بغيتو دوبلو المقادير دوبلوهم. عندي هنايا معلقة د المزهر. بالنسبة للسكر كيبقى على حسب الذوق، عندي هنايا أنا 2 معالق كبارين، شوية د المسكة حرة مطقطقة مع شوية سنيدة. بالنسبة للنشا عندي 2 معالق كبارين عامرين مزيان، وعندي واحد ساشية سكر فاني، و200 غرام د الكنافة اللي كانت عندي في المجمد وجبتها مجمدة وفتتها كيف ما كتشوفوا، وعندي واحد 30 غرام د الزبدة باش نحمر بها الكنافة. بسم الله. اول حاجه بديت بها عملت واحد المقله كتسخن، عملت فيها ديك الزبده، عملت الكنافه وغادي نبقى نحرك فيها حتى تبدا تحمر. وملي تبدا تاخذ اللون ذهبي غادي نزيد ولا واحد المعلقه سكر سنيده. هذيك السكر سنيده هو اللي كيخلي الكنافه تبقى مقرمشه. واخا نزيدو على المهلبيه اولا شي ديسير اخر يعني ما كترطبش، كتبقى مقرمشه مده طويله. هنا زيد ديك معلقه سكر سنيده، غادي نبقى نحرك صافي حتى نحصلوا على هذا الكولور هذا. دابا طفيت البوطه وغنخليها تبرد. دابا غادي ندوزو باش نوجدو المهلبيه. في واحد كاسرونه غادي نعمل داك الحليب وغادي نزيد على السكر والمسكه، غنزيد داك النشا قلنا 2 معالق يكونوا عامرين مزيان، ديك ساشيه سكر فاني صافي، وكيبقى لنا معلقه د المزهر. غادي نخلط داك الحليب مزيان مع ديك السكر والنشا مزيان باش ما تكورليش ديك النشا او مايزينا. عاد باش نعملو على بوطه يسخن مزيان صافي. بعد ما خلينا الخليط المهلبيه على البوطه هو سخن مزيان وعقد كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نخليوه يبرد مزيان عاد باش نخدمو به. انا غادي نعمل مهلبيه في هاد الطويصات هادو. كنافه هي من بعد ما بردت، خليط مهلبيه حتى هو بارد عنا. غنعمل كطبقه اولى الكنافه كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد طبقه المهلبيه، وغنزيد طبقه اخرى د الكنافه. هاد التحليه كتجي رائعه، جربوها كتجي كتحمق صافي. وانت ملي زيت الكنافه غنزيد طبقه اخرى د المهلبيه. هذيك تقرميشه د الكنافه مع المهلبيه بمذاق المزهر كتجي كتحمق صافي. في الاخير كنعمل الكنافه من الفوق كيف ما كتشوفوا. هاد القياس نص لتر د الحليب خرج لي هاد 3 طيسان اللي كتشوفوا. اذا بغيتو زايد دوبلوا المقادير. عندي هنايا شويه د البيستاش غنزوق بها من الفوق، التزيين كيبقى على حسب اختيار كل واحد صافي. وندخلوهم الثلاجه يبردوا مزيان عاد باش نقدموهم. هلا من بعد ما كنخرجوا من الثلاجه كنقدموها بارده بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. واذا عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي اعجاب ديالكم والتعاليق المزيونه ديالكم. مع السلامه، فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.